على الرغم من ان انا يعني نازل اهزر مع الناس واضحك معاهم وكده، قلت استريح كده شويه، وعلى قد الضحك اللي هتشوفوه في المقابلات اللي احنا بننزل نسالها للناس، كاس عالم بقى واجواء واحتفالات وكده، لان في يا جماعه في المقابلات اللي بعملها كميه مشاعر انسانيه ومشاعر عربيه، وناس فعلا بتحسسني ان يعني بترفع من روحي المعنويه لاقصى اقصى درجه. ازاي كوره تخليني فخور بالعروبه بتاعتي كده؟ ازاي تجمع الشعوب العربيه كده؟ ازاي تعمل اللي ما قدرتش السيسي حتى انها تعمله؟ ازاي بطوله كاس العالم تعمل اللي جامعه الدول العربيه ما قدرتش تعمله؟ انا هوريكم جزء من المقابلات اللي انا عملتها، انتوا احكموا بنفسكم، هل شعوبنا العربيه ديت فيها خير ولا لا؟ هل فيها امل ولا لا؟ تبقى الوحدة العربية هي أساس البطولة، والهدف الرئيسي أن نثبت للعالم أجمع أنه العروبة راح تبقى غصبا عن أنف الحاقدين والحاسدين، ومستحيل نتفرق بإذن الله. كان كل حلم أن مصر تكون موجودة، بس احنا هنقول موجودين هنا علشان برضه نشارك مع الدول العربية كلها ونبقى موجودين معاهم، ونبقى كلنا يد واحدة كده إن شاء الله بإذن الله. احلى حاجه مفرحاني شخصيا ان كل الاعلام العربيه اترفعت هنا على ارض قطر. حضرت اليوم المانيا واسبانيا، لكن نشوه فوز المغرب كانت ما وصلتني للملعب لاخر مباراه. والله على فكره انا بكيت لما فازت السعوديه على الارجنتين، والله العظيم دمع. همه ان يستقل فالعرب كانوا مثال وسفراء لكل العالم في هذا المثل وهذا الأدب وهذه الأخلاق العالية. ديننا وأخلاقنا سمحت لنا أن نكون دبلوماسيين ومحترمين أكثر من أي شعوب ثانية.